نشربوا الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا السادة المشاهدين والأفاضل أينما كنتم، أهلا بكم وأحييكم هنا بهذا المقهى الكبير في العاصمة الإدارية الرباط بلا دولتشي فيتا. أقدم لكم برنامج خاص عن الشغب وكفانا شغب. ضيف اليوم السيد غني عن كل تعريف، يعرفه المغاربة ككل، معروف في الأوساط وفي القلوب المغربية. شجع ونادى في حوض البحر الابيض المتوسط في لاتزوريا الايطالي كمشجع للايطاليين، ولكن قلبه مغربي. اسمه الكريم نور الدين الفلاح الملقب بالظلمي. اهلا بك اخي الظلمي هنا بهذا البرنامج خاص عن الشغب في الملاعب الوطنيه. اهلا بك السي نور الدين. شكرا. اسمي نور الدين الفلاح ملقب بالظلمي. انا اقدم مشجع ديال اسود الاطلس اللي كان معايا المشجع المرحوم القنصلي ديال مراكش، الله يرحمه ويوسع عليه قبره في هذا النهار، ويرحم جميع المشجعين ديال العالم كامل. هو انني بديت التشجيع 1970، عندي 6 سنين. اول مقابله اللي شفتها هي النهضه السطاتيه والجيش الملكي بملعب الفتح بالرباط. نعم. وكان ديك الساعه بديت التشجيع وانا صغيور، كنقز السور وندخل نهرب للمخازنيه ونطيح من السور ونتهرس من يدي واحد النهار. نعم. وتفرجت في المقابله ويدي مهرسه. الى في 76 لعب شجعنا اقصائيات ديال كاس افريقيا، وتاهل الفريق الوطني 1976 لكاس افريقيا. نعم. اللي كان فراس، كان عسيله، كان الهزاز، هاد اللاعبين الكبار اللي كنشكرهم نعم. من هذا المنبر. والعشق ديالك، اسمح لي السيد الظلمي، واش العشق كان منذ الصبا؟ يعني هذا دليل بان العشق ديالك الكروي هذا نبت معك، يعني منذ اناعم الاظافر ديالك وانت تشجع المنتخب المغربي والانديه الوطنيه اللي كانت ديك الساعه تتالق في جل المحافل الافريقيه والدوليه. كان ديك الساعه يمكنك الفريق تحدثنا على هذا الزمن الجميل السيد الظلمي؟ كانوا الفروق ديك الساعه كان جميل، واخا الفروق كانوا اللعابه كيتخلصوا بثمن قليل. نعم. ثمن قليل واجرهم كبير، ثمنهم قليل واجرهم كبير، لان اللاعبين القدماء لاعبين كبار، لا في البنيه ديالهم الجسميه ولا في نعم. القوه ديالهم ولا في الروح الوطنيه. وحتى من الجماهير اللي كنا مشجعين ديال الفريق الوطني في الثمانينات والسبعينات. نعم. كنا كنشجعوا حتى الفرق المغربيه المشاركه في كاس افريقيا. نعم. مثلا فريق الرجاء البيضاوي ذهب الى وهران ومشيا مع الجمهور الجيش الملكي وجبنا الكاس من وهران، كاس الشامبيونز ليغ ديال افريقيا. نعم، هذيك مباراة كانت تاريخية كما قال المعلق الجزائري. انتهت الزوبعة على منتخب الجزائر، عفوا على النادي الجزائري الوهراني، لان الفريق كان صراحة فريق الرجاء كان فريق قوي، لان ما ننساوش الهدف التاريخي ديال ساليف اللي سجلونا بالملعب البيضاء، اللي كان قبل منه حتى الجيش الملكي كان زوبعه في افريقيا بالفعل، اللي فاز على كانو يواندي هناك بالديار الكاميرونية. كان الجيش كيخلع في الثمانينات. نعم. الجيش كان فريق قوي صراحة هذاك العصر الذهبي لا كان ننساه. الغريسي ودحان والنمريس وفضيلي وحسينه والصامبا ودحان والبودراع والبرازي وحميد واسطرا وكاريبي وسلامات. السي الظلمي الله يخليك، حاليا الجماهير المغرب تعرف ازمه كرويه والكل تينادد على ان الفوضى تعم جل الملاعب الرياضيه. يمكن لك الله يخليك توضح لنا شنو هما الاسباب اللي جعلت الفرق عفوا الالترات، لان تشوفوا اشياء جميله في الملاعب، الترات بزيب بمظهر والكل. وحنا الترتيب ديالنا الترتيب العالمي الان الحمد لله حنا اما الثاني ولا الثالث العالميا. الله يخليك بعجاله وبتوضيح، يمكنك توضح لي الاسباب اللي وصلت ليها التشجيع المغربي. خويا، اولا وقبل كل شيء هو ان الجمهور المغربي دابا كيعجبني وتقدم واحد تقدم كبير، لان هاد الالترات عجبوني انا بصراحه. نعم. الالترات حتى ما تفرجتش في الكره في الملعب كنبغي نشوف ديك الفيستيفال. نعم. داك التيفو، داك الاغاني ديالهم حلوين. حاجه وحده اللي ما كتعجبنيش كنطلب منها الالترات كخوتي وكأنا مشجع وكنحبكم، الالترات ديال المغرب كامل، لا ديال الجيش الملكي ولا ديال الرجاء البيضاوي ولا ديال الوداد البيضاوي ولا ديال اكادير ولا ديال مراكش ولا ديال فاس
هو انا هاد الالترات حنا كنحبوهم، نعم. ولكن شنو هو اللي ناقص فيهم؟ خص يحيدوا الكلام خايب، حيدوا الكلام خايب، يحيدوا الكلام خايب، والكراسة ما يبقاوش يتهرسوا. الكراسة ما يتهرسوش. علاش الكراسة كيتهرسوا؟ لأن الملعب ديالك، إلا هرستي نعم. كرسي هرستي دارك. لأن كنطلب من هاد الإلترات اللي كنحبوهم وكنطلبوا منهم الاستمرارية في هاد التشجيع الجميل وفي هاد اللوحات اللي كيديروا في الملاعب نعم. اللي كنحبهم. انا كنمشي للملعب، ولا ما كنتش في الملعب كنتفرج في التلفازه. كيعجبني ديك الفيستيفال ديال التيفو وديال الاغاني ديالهم. حاجه واحده اللي كنطلب منهم هو الاغاني ما يكونش فيها كلام مسخ، لان باباك ولا ماماك ولا بابايا ولا مامايا نعم. كيتفرجوا في التلفازه بالفعل. وكيسمعوا كلام خايب. عيب يوجب الاحترام عيب. في الملاعب، لان المسامع توصلنا اصداء، يعني بعض الكلام اصداء. بعض الشوائب الاذن يعني ما تنعرفوش. لان كنشوفوا استون فيلا، كنشوفوا ارسنال، كنشوفوا البارسا، كنشوفوا الريال مدريد، كنشوفوا الميلانو، كنشوفوا البطوله الارجنتينيه. وحدثنا الله يخليك ما كيهرسوش الكراسه. نعم. بصفتك انك مشجعتي المنتخب الايطالي، منتخب الزول، كنتي معاه في نهائيات كاس العالم واللي فاز بها بكاس العالم في 2006. صراحه شهدناك في مباريات كبيره ضد المنتخب الاسكتلندي، ضد المنتخبات العالميه العريقه والمدارس الكبرى. يمكن لك تحدثنا الله يخليك على الشعور ديالك من فاز، الشعور ديالك وانت تفوز بكاس العالم، بكاس العالم مع المنتخب الايطالي كونك مغربي. اي اخويا. ويشهدنا بان عندنا بعض الصور فوتوغرافيه مع لاعب كانافارو، مع اللاعب توتشي، فرانسيسكو توتشي، يعني امير الايطاليين. انا اخويا كنت في المانيا، دوزت المونديال كامل. نعم. ديال المنتخب الايطالي. نعم. في الملاعب. نعم. وكنت كندخل بدون مقابل. نعم. على حساب الجامعه الايطاليه. نعم. هذا هو كانوا عاطيني بادج. نعم. ايوا سيدي، كنشكر الجامعه الايطاليه وكنشكر دولتي الثانيه الايطاليه. نعم. وكنحبها من قلبي. هو ان كنحبها من قلبي. نعم. هذه صوره تعبر على حب كما كنحب المغرب حتى هو في الدرجه الاولى. كنت الجمهور كان محترم، كان الجمهور تيشجع، كيديروا اللوحات، كيديروا كل شيء، ولكن الشغب ما كاينش. هذا اللي كنطالب من الجمهور ديالنا، يحيد الشغب. وشنو هي الفكره اللي يمكن لك تصغي بانكم لاننا بحكم صدد تكوين جمعيه لمشجعي المنتخب الوطني اسود الاطلس. وصراحه هذا الاسم هذا صراحه فقد البريق ديالو. فقدان البريق ديالو ناتج عن الشغب في الملاعب. بعجاله وبخلاصه الله يخليك. حنا اسسنا جمعيه اللي كتسمى جمعيه المغربيه لمشجعي اسود الاطلس. نعم. غادي ناثروا فيها الجماهير. نعم. وغنشجعوا الفرق المغربيه المشاركه في كاس الكؤوس الافريقيه. نعم. لا فرق بين الفريق الوطني، لان الفرق، انا كنبغي الجيش الملكي، ولكن كنشجع الفرق المغربيه اللي كتلعب الكؤوس الافريقيه، يعني كنولي وطني. هو اللي كنطالب من هذا الجمهور، من هذا المنبر. راه الالترات راه كيعجبونا. نعم. راكم في المستوى، وراه العالم تيشهد بكم بانكم كديروا واحد اللوحات، وخاصه لوحات مراكش ضد الجزائر. هذيك المباراه التاريخيه وملعب صراحه جميل. والتيفو اللي يديروا الجيش الملكي حتى هو زوين. الالترا ديال الجيش، النادي العسكري مع الاحترامات ليه، والالترا ديال الرجاء والنادي الوداد وديال الفاس، وجميع الالترات راكم كتعجبوني. حاجه وحده اللي كنطلب منكم هو الشغب، خصنا نحيدوه، وخصكم حتى نتوما تشجعوا بحريه، حتى نتوما حتى واحد ما يمسكم. واللي كنطالب هو ان الكراسه المقاعد ما يتهرسوش، والالترات راه كنطلب منكم الاستمراريه وتشجعوا، ولكن الشغب حيدوه. راكم خوتي، وانا كملي كنشوف الشباب، شي شاب مات كنتألم، لان خويا مشجع كنحس بالالم، وانتم خوتي مشجعين كتفرحوني، وراكم شجعتوا معنا في مراكش. وكنشكر جميع الالترات ديال المغرب، وسنظل نشجعك يا طول نشجع المنتخب الوطني المغربي والانديه الوطنيه، وكنحبوا شباب المغرب وجميع الالترات من طنجه للقويره. الالترات راكم في المستوى، راكم في واحد المستوى عالي، كديروا لوحات زوينين، اغاني زوينين. حاجه وحده اللي كنطلب من المؤثرين ديال الالترات هو هاد الشباب خصو يتاثر، ما يبقاش يقول كلام خايب، لان والدينا كيتفرجوا في التلفازه، وشخصيات كتفرج في التلفازه، ودول عربيه كتفرج في التلفازه في الجزيره،
واللي كنطالب منهم المقاعد ما يتهرسوش. علاش؟ نعطوا مثال الكابون ملي تقصاو في ربع النهايه شفتوا شي مقعد تهرس. ارسنال خسرات ب4-0 شفتوا شي مقعد تهرس. الا هرستي مقعد بحال هرستي داركم. وكنطالب منكم، راه كنحبكم وفيف الالترات، وديما الالترات راكم في المستوى والشغب. انا ضد الشغب، ملي كنسمع شي واحد مات من الشباب راه كنتألم. بركه من الشغب، يكفينا من الشغب في الملاعب. وراه عندنا الكره وعندنا بطوله قويه والفرق كلها قويه. وعاش الرياضي الاول محمد السادس حفظه الله ورعاه، حامي الرياضه في المملكه المغربيه. وعاش الشعب المغربي من طنجة للقويرة، من شماله شرقه غربه، كلكم مغاربة حلوين. وحنا ضد الشغب وما كنبغوش الشغب وما كنبغوش الشغب. وديما الشغب، ديما الشغب حيدوه. وكنطلب منكم تستمروا في التشجيع. راكم في المستوى، راه الالترات في المستوى. حاجه وحده تعيدوا منكم هو الشغب. انا ضد الشغب. وعاش المغرب وعاش الفرق المغربيه وعاش محمد السادس الرياضي الاول، الرياضي الاول حامي الرياضه واللي كيحب الرياضه. وعاش الشعب المغربي من طنجه للقويره. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب. شكرا اخي الظلمي بزاف على هذا التعليق، وصراحه على هذا الشعور الايجابي اللي تيحيي الكره الوطنيه وتيحيي المعالم التاريخيه للمنتخب الوطني المغربي. صراحه القاعده كبيره، القاعده كبيره وكبيره جدا. وحي من هذا المنبر السعيد السيد عبد اللي شرف علينا الحمد لله باش يكون من الان منضمين اصوات هذا البرنامج الكبير. وصراحه نندد بكلمه كبيره وكبيره جدا. كفانا من الشغب، كفانا من الشغب، كفانا من الشغب. وهذه رساله واضحه. وشكرا لكل المستمعين الكرام والافاضل، والسيد الظلمي خاصه اللي شرف معنا في هذه الجلسه هذه، واللي كيبغي الالترات واللي تيحب الالترات المغربيه. وصراحه عنده افاق مستقبليه هنا في المغرب وخارج المغرب. الالترات من قلبه. وان شاء الله سيكون التاهل هنا من هذا الملعب ان شاء الله، اما مراكش او طنجه او كازا او فاس ان شاء الله. وان شاء الله سنحتضن ان شاء الله كاس افريقيا 2015 والتاهل لكاس العالم 2014. الى ان نلقاكم وحييكم. كان معكم عبد الفتاح التوفي هنا من دولتشي فيتا، لا ماما المعروفه الان، المطعم المعروف عالميا وفي العاصمه الاداريه الرباط. شكرا والى اللقاء، الى فرصه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله.